السلام عليكم لي شاف، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. لا غوسيت ديالنا ان شاء الله اليوم هي كيك سيترون اللي الصراحه بواحد لي زانغريديون اللي بساط نقدروا نوجدوه في الكوتي، نقدروا نوجدوه لوليداتنا يدوه معاهم المدرسه. صراحه كيجي طالع كيف ما كتشوفوا وكيجي زوين بواحد لي زانغريديون اللي بساط اللي غادي نشوفوهم دابا. نخليكم مع لي زانغريديون. عندنا هنا 100 غرام ديال الزبده الحيوانيه كيف ما كتشوفوا، وعندنا هنا 100 غرام ديال السنيده، وعندنا هنا جوج بيضات ما يعادل 100 غرام ديال البيض، وعندنا هنا نص خماره اللي هي 4 غرام، وعندنا هنا طحين او لافارين عندنا 120 غرام، وعندنا هنا قشور ديال الحامضه ما يعادل 12 غرام. نبداو على بركه الله، ناخذوا لاكيف اللي غادي ندوروا فيها الكيك ديالنا، نديروا الزبده وغنزيدوا عليها سنيده، نضربوهم مزيان. ديما في الزبده والسنيده باش كنضربوهم باليط. الا كان عندنا البيض والسنيده كنستخدموا الفوي، كيف ما كنعرفوا ديما الحاجه القاصحه كنستعملوا ليها الباليط. من بعد ما درنا السنيده والزبده يتخدموا غنخلوهم يتخدموا شويه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تخدمت الزبده كيبدا اللون ديالها كيتبدل، كيبدا يبيض. كنبداو نزيدوا البيض، كنزيدوا البيض غير بشويه بشويه، ما كنخويوش كلشي. كنخويو البيضه الاولى حتى كتخدم. من بعد ما كنخويو البيض كنكورنيو هاد الجناب هذا كيف ما كتشوفوا باش كلشي يتميلونجا لينا. ضروري نكورنيو هاد الجناب هذا. نكملوا الخدمه ديال البيض والزبده. كنزيدوا البيضه الثانيه اللي بقات عندنا على هذا الشكل صافي، وكنميلونجيو لي زانغريديون جميع. من بعد ما دورنا لي زانغريديون جميع كيف ما كتشوفوا الزبده والسنيده تخدموا مزيان. عاد باش كنزيدوهم البيض. دابا غادي نزيدو لوفور شيميك على لافارين، نخلطوهم شويه. نبداو نخويو لافارين على هذا الشكل. ندورو لي زانغريديون جميع. دابا كنديروا الفيتاس غير قليل باش ما يطيحش لينا الطحين، غير يدور غير شويه وكنحيدوه. على هذا الشكل هذا. هذه هي النتيجه ديال الكيك. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. ضروري نميلونجيو هاد الجناب اللي بقاو عندنا. كاين الكيك ديال الزيت ولكن الميثود ديالو كتختلف على الكيك ديال الزبده. كنديروا البيض والسنيده حتى كيتمونطاو وكنبداو نزيدوا الزيت في بلاصه الزبده. كنزيدوا الزيت كنبقاو نخويو غير بشويه بشويه حتى كيتميلونجاو، عاد باش كنزيدوهم لافارين. هذا ديال الزيت، هذا ديال الزبده. هذه هي الميثود ديالو. ونقدروا ندوبوا الزبده، كاينه واحد الميثود اخرى نقدروا ندوبوا الزبده
نديروا البيض وسنيده يتمونطاو وندوبوا الزبده في بلاصه الزيت، نزيدوا الزبده، نبقاو نخويو الزبده بشويه بشويه عاد باش نزيدوها لا فارين. كنزيدوا لي زيست اللي عندنا، كنخويو لي زيست كاملين اللي عندنا صافي، وكنميلونجيو لاباراي ديال الكيك فحال ما هكا باش يعطونا لوغو ديال السيترون. من بعد ما ميلونجيت لي زيست سيترون مع لاباراي ديال الكيك ها كيفاش كتجي، نقدروا نديروا ليها السلوفان ونخلوها ترتاح شويه. انا غنعمرها في لي كيسات ونخليها ترتاح شويه، كنعرفوا الكيك خاصو يرتاح شويه عاد باش غادي نطيبوه. ناخذ الكيسات اللي غادي نعمر فيهم ديال الكيك. من بعد ما خديت الكيسات اللي غادي نطيب فيهم، ناخذ الميزان ونعبر شحال غادي ندير في لي كيسات ديال الكيك. ناخذ بوش بحال ما هذا، اللي ما عندوش بوش يعمر غير بالمعلقه، ياخذ معلقه ويعمر بها. ناخذ البوش نعمر فيه الكيك على هذا الشكل هذا. هذه غير غوسيت صغيره تقدروا نتوما تدوبلوها باش تعطيكم كونتيتي اكثر. انا درت فيهم 90 غرام كيف ما كتشوفوا، 90 غرام صافي. وغادي نمشي على هذا العبار هذا اللي عندي. ضروري تعبروا الكيسات، العماره ديال الكيسات ضروري تعبروها باش يجيكم كلشي مقاد صافي. كنمشي على هذه العماره اللي عندي. كيف ما كتشوفوا هاد الغوسيت صغيره خرجت لي غير 4 البياسات. باش نبارطاجي معكم الكيك انا درتها صغيره، تقدروا نتوما تضربوها في جوج باش تخرج لكم 8 البياسات، ولا بغيتو اكثر ضربوها في 3 ولا ضربوها في 4. دابا نخلوهم يرتاحوا شويه عاد باش غندخلهم للفران، نخليهم واحد ساعه ولا جوج من ساعات لجوج سوايع يرتاحوا عاد باش نطيبوهم. عارفين الكيك خصو يرتاح شويه عاد باش نطيبوه. من بعد ما طيبنا الكيك ديالنا كيفاش كيجي، ها النتيجه صراحه كيجي خطير وطالع. بالنسبه للطومبيراتور ديال الفران كندير ليه 160 30 دقيقه وكنقلب الكيك ديالي وكنخرجو. بالنسبه لهاد الكونتيتي اللي درت تقدروا نتوما تضربوها في جوج باش يعطيكم كونتيتي اكثر، ولا تعمروا الكيك ديالكم في كيسات صغر من هادو. انا هذا درت فيه 90 غرام، نتوما تقدروا ديروا فيه غير 60 غرام باش يعطيكم كونتيتي اكثر. وهذه هي لا غوسيت ديالنا كيف ما شفتوا معايا كيك سيترون الصراحه اللي كيجي زوين. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا في فيديو جديد ان شاء الله.